لو انت هتبقى جزء من قاعده عارف ان فيها حد بيكرهك، متحفز لك، هيهاجمك، هينتقدك، اول ما تدخل نقي اقرب مكان للشخص ده واقعد جنبه. اول ما تعمل كده هيحصل حاجتين: الشخص ده هيحس انه محرج ومش مرتاح، وتاني حاجه ان مجرد وجودك في مكان قريب من الشخص ده مستوى الاجريشن اللي هو مخطط انه يستخدمه ضدك هيقل تلقائي. لو انت في نقاش وعايز تبان واثق من نفسك، لو حصل وسالت سؤال وما خدتش عليه الاجابه اللي انت عايزها، اجابه ما فهمتهاش، اجابه مالهاش علاقه باللي انت سالته، ما تقولش انك مش فاهم وما تكررش سؤالك ولا تستبدله بسؤال تاني. امال اعمل ايه؟ اسكت وافضل باصص في عين اللي قدامك، هتلاقيه ابتدى يشرح اجابته ويدي تفاصيل اكتر، انك بسكوتك ونظرتك المباشره اللي في عينه حطيته تحت ضغط وحسسته ان كلامه ناقص. لو في مره وانت بتتكلم حبيت تقول حاجه وعايز تقول انها ممكن تبقى صح او غلط، ما تستخدمش في كلامك افتكر او انا مش متاكد. الجمل دي من العبارات الضعيفه اللي بتعكس للي قدامك عدم ثقه، انك ما عندكش خلفيه كويسه عن الحاجه اللي انت بتتكلم عنها. استخدم كلمه من الكلمات القويه اللي تحسس اللي قدامك انك في قمه ثقتك حتى وانت مش متاكد 100%، زي اعتقد او انا اؤمن بكذا. Follow for more life tips.